السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو زي ما هو واضح كده النهارده هو مش فيديو شغل خالص، هو فيديو هدية جاتلي. انا حبيتها قوي 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 قوي. ان شاء الله بأمر الله تحبوها زيي، هي مفيدة جدا. لأي حد بيشتغل هاند ميد بالذات بالخيط والإبرة، ايا كان بقى، كروشيه، تريكو، تطريز، اي حاجة فيها خيط وإبرة. آه، هي زي ما قلت لكم حاجة مميزة. هنفتحها مع بعض. ونشوف هي ايه. انا لما كلمتني امل وقالت لي عليها، انا حبيت الفكره جدا وحبيتها جدا وتشجعت بطريقه فظيعه وكنت منتظراها. هي جات لي تقريبا من اسبوع، بس انا للاسف كان في شويه ظروف ما قدرتش اصور الفيديو، اتاخرت في تصويره. بس بجد برضو كنت متحمسه جدا 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 ليها. مش هنرغي كتير، يلا عشان نشوفها مع بعض. الله، شايفين الجمال. شايفين نوت بوك كروشيه، نوت بوك خاص بالكروشيه. الغلاف هنتكلم عن حاجة الغلاف. طبعا الالوان اللي عليه والخيوط وشكله حلو قوي 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 قوي. صورة اوضح ليه اهو، شايفين جماله. طبعا الماتيريال حلوة قوي، مش نوت بوك كده والسلام. نفتحه مع بعض. اول حاجة ده التعريف بالبراند ARM. هو اصلا اسمه ARM ستور، كروشيه ستور. تمام. كاتبه بقى شويه حاجات كده، معلومات عنها. الصفحه مبهجه اصلا، حلوه النصيحه اللي مكتوبه وفكره المفكره. ودي الحاجات اللي هي الاكونتات السوشيال بتاعتها، فيسبوك وانستجرام ويوتيوب، والرقم بتاع الواتساب. تمام. احلى حاجه الكلمه اللي مكتوبه فوق دي، جميله قوي. ما صنع بحب يصل الى القلب فعلا. والنوت بوك دي فعلا مصنوعه بحب. الورقه التعريفيه دي بقى انت بتكتبي فيها بقى بياناتك انت، الاسم والعنوان ورقم التليفون والهوايه، طبعا كروشيه يعني دي معروفه باينه قوي. واللون المفضل والمشروب المفضل. بالنسبه لي انا الموكا. اهداف هذا العام مش هتكفي الورقه دي. الاهداف طالعه معانا من سنه لسنه، بالنسبه لي انا من سنه لسنه، من سنه لسنه. تنسيقات الالوان، عامله كذا ورقه كده في الاول حلوه قوي. بدل ما احنا بنيجي نيجي ننسق لون، ندخل على النت ونشوف تنسيقات الالوان دي، هتسهل علينا كتير جدا. وفيها زي عجله الالوان كده، او تنسيقات الالوان حلوه كتير، كذا صفحه مش صفحه. حبيت الفكره دي قوي، مميزه. بصوا، ودي جميله قوي برضو، هرم الالوان حلو قوي. ندخل بقى على التقيل. بصوا الجمال وقد ايه هي مفيده. طبعا صفحات النوت بوك كلها بعد كده هي الصفحه دي اهي، حلوه قوي 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 قوي. هفضل اقول قوي 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 لغايه بكره. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال. طبعا انا مش حاطه لكم موديل من فراغ، ده موديل احنا هنكتبه بقى، يعني ده حضر النوت بوك وانا شغاله في المشروع ده. عندك هنا اول حاجه في الصفحه اليوم، تكتبي التاريخ، اليوم اللي بدأتي، او النهارده اليوم السبت لحد الاثنين، هتكتبي اليوم وتاريخ البداية بديتي فيه المشروع. دي الخانة دي طبعا بتفضل فاضية، تاريخ الانتهاء لغاية ما تخلصي المشروع بتاعك.
اسم الموديل ان كان بقى جاكيت، بلوفر، بلوزه، كوفيه، ايس كاب، اي حاجه انت حابه تدونيها. المقاس، اقول لكم انا هقول الكلام ده بناء على المشروع اللي انا بعمله. اسم الموديل طبعا هو مش كوفيه، في ناس كتير كانت فاكره ان انا شغاله في كوفيه، ماشي، هو جاكيت او بلطو. المقاس من 6 ل7 سنين. نوع الخيط كارما فيجا تويد. بوظت الديكور اللي انا كنت عاملاه. عدد سلاسل البدايه، تصدقي مش فاكره، كنت عامله تقريبا 54 56 حاجه كده، مش فاكره بالظبط سلاسل البدايه، هفتكرها من الفيديو اللي انا مصوره له المشروع بتاعي. تقييمك للشغل، بصراحه انا حاسه الحته دي تقييمي للشغل دي، طبعا هقول على شغلي ممتاز طبعا، يعني انا هقول على شغلي، ولا ممكن تكون قصدك تقييمي لشغلي بالخيط ده نفسه؟ ساعات بشتغل بخيط بحس ان هو متعب او مزعج، ساعات بحس ان الخيط ده حلو جدا وجري في الشغل وظريف قوي. بصراحه الكارما الفيجا تويد من الفتله سميكه، فكان شغله حلو قوي فانجز معايا، فممكن نقول ممتاز. هنخلي تقييمي للشغل دي مش لشغلي انا نفسه، لان انا اقيم شغلي بصراحه حاساها صعبه ان انا اقيم شغلي، فممكن نخليها التقييم للخيط نفسه اللي انا شغاله بيه. المشروع نوعه هو شتوي. طبعا كل الحاجات دي كمرجع ليكي فظيعه، انا بنسى، انا واحده من الناس لسه شغاله في الجاكيت اهو، ما سبتوش من ايديا، انا بادئه فيه اصلا من 3 ايام، الحمد لله هو خلاص شارف على الانتهاء، وبجد بجد نسيت سلاسل البدايه انا كنت شغاله كام. فدي فظيعه حلوه قوي. انا في ناس كتير تيجي تسالني اميره انت البلوفر ده اي كان المشروع اخد منك خيط قد ايه، والله ببقى ناسيه، يعني انا عندي ذاكره السمكه، ببقى ناسيه. دي هتفيدني ان انا بعد كده حبيت اكرر المشروع، حد سالني انت بالنسبه لك حبيتي تكرري تشتغلي لنفس العميل، يعني مش نفس العميله، نفس المشروع لعميله اخرى، هتطلعي النوت بوك بتاعتك هوب تعرفي انت مشروعك ده اخد منك قد ايه. هتفيدك بعد كده في حاجه مهمه جدا على فكره. هتفيدك في ايه؟ انك بعد كده هتعرفي المقاس ده اخد كام بكره، من كتر ما انت هتبقي كاتبه ان خلاص عرفت ان مقاس 6 سنين بياخد 5 بكرات في البلوفر مثلا، مقاس 4 سنين بياخد كذا، مقاس 7 سنين بياخد، وهكذا. نكمل ماشي. مقاس الابره بالنسبه لي انا كان مقاس 6، لان الخيط ما بياخدش مقاس 6، بس عشان الغرزه ضيقه بتاخد مقاس 6. طبعا دي هتفرق برضو ان انا اكتب الملاحظه دي، هكتب مقاس 6 وهكتب ليه انا عملت مقاس 6 فين في الملاحظات. اسم الغرزه طبعا ده مفيد جدا، وانا عاده ما ببقاش عارفه اسامي الغرز، ده العادي بتاعي، بس هكتب يعني هكتب بالبلدي كده غرزه كذا مع غرزه كذا، غرزه كذا مع غرزه كذا، وهجمعها مع نفسي. انا مش من الناس اللي بتهتم باسم الغرزه، يعني مثلا غرزه جبال القلب، موس ستيتش، مش عارفه ايه، انا بصراحه مش من الناس اللي بتهتم باسامي الغرز خالص. عظم الرنجه، انت مين سماها عظم الرنجه اصلا؟ يعني مين اللي سمى الغرزه عظم الرنجه؟ يعني بصراحه يعني مش عارفه، بس انا يعني يمكن عشان انا عشوائيه شويه. نكمل. تقييم العميل للشغل، طبعا دي حلوه قوي، انت دايما بتعرفي تقييم العميل من الفيدباك بتاعه، ان لا كان محتاج يوسع شويه، لا انا حاسه ان الغرزه مش عارفه ايه، لا انا حاسه ايه. هتكتبي هنا طبعا هتقول لك خلاص الشغل بيرفكت مفيش بعد كده، هتكتبي ممتاز. لو في اي ملاحظه حتى لو واحده هتخليها جيد جدا، انزلي عن الممتاز حتى لو ملاحظه واحده. ليه؟ علشان تدي نفسك دافع اكبر، كل مره هتبصي على مشاريعك السابقه وتدوينك ليها. طيب انا ليه حطيت هنا جيد او جيد جدا او ضعيف؟ واكتبي في ملاحظاتك هنا كلها انت ليه اديتي لنفسك العلامه دي. تمام. باترون الشغل بقى دي حلوه قوي برضو، لو هترسمي الباترون، لو هتكتبي الباترون غرزه كذا مع غرزه كذا، بديت بكذا، واكتبيه بالطريقه اللي تريحك. انا عن نفسي بكتب بطريقه يعني بالبلدي كده،
ابتديت كذا سلسلة، وبعد السلسلة الأولى دخلت في السلسلة التانية وعملت غرزة حشو ويليها غرزة عمود ويليها كذا كذا كذا. انت بقى اكتبي بطريقتك، بالطريقة اللي تفهميها بعد كده لما تيجي تبصي. دي مساحتك الشخصية، دي مساحتك الشخصية. بجد انا شايفة ان دي حلوة قوي 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 قوي، انا حبيتها بجد. حاجة كده كمية لطف فظيعة، يعني طاقة إيجابية فظيعة لما دي تبقى جنبك كده وانت شغالة وتكتبي كل حاجة عن شغلك، مش بتكتبي في نوت بوك عادي كده والموضوع سلطة على بعضه. بجد شكرا شكرا بجد شكرا جدا. ARM كروشيه ستور، هدية مميزة جدا. نيجي بقى للنقطة المهمة، هم مشكورين، بشكرك جدا على الكود الخصم اللي عملتيه. كان لفتة ظريفة منها ان هي عملت كود خصم باسمي 20%. الكود أميرة 011، حسست ان هو رقم تليفون أميرة 011. تمام، هتطلبي النوت بكود الخصم بتاعي زي ما قلت لكم أميرة 011. هتاخدي خصم 20% على النوت بوك. هسيب لكم الانستجرام والاكونت بتاعها في صندوق الوصف، وهحطه برضو في اول كومنت مثبت في التعليقات. قولوا لي حبيتوها او حبيتوا النوت بوك زي ما انا حبيتها ولا لا. بجد فعلا حبيتها جدا جدا، مش عشان هديه والله العظيم يا بنات، انتوا عارفين ان انا دايما بقول رايي. حتى لو في اي مشكله، لو الهديه دي برضو فيها اي حاجه، برضو انا بقول رايي. بجد شكرا، بشكرك على كميه الطاقه الايجابيه. واللي النهارده اليوم كان جميل جدا لما فتحتها، انا حبيتها قوي. لو في اي سؤال حابين تسالوهولي سيبوهولي في الكومنتات، وان شاء الله بامر الله هرد عليه. وانتظروا المفاجاه اللي جايه معانا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.